السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص يا صاحبي، الفيديو ده هيبقى فيديو للناس الجديدة. بص يا جماعة، أنا بعمل الفيديو ده للناس الجديدة. طبعا الناس اللي هي عارفاني دمت فوق دماغي وعارفين أبو جنى وعارفين دنيتي، لأن في ناس بتتعبني. يعني أنا بعمل الفيديو ده عشان في ناس بتتعبني، بمعنى كلمة بتتعبني. طب السلام عليكم. وعليكم السلام. أبو جنى مية مية تمام. انت بصراحة شغلك جميل ومحترم ويا باشا انا تحت امرك. طب خلاص، بنرجع نختلف في نقطة تزعل. ايه بقى؟ انت دلوقتي يا ابو جنى احنا محتاجين الجهاز، تمام يا باشا. هتعمل ايه؟ خلاص هتحول مثلا المبلغ. تمام تمام ماشي يا باشا. طب خلاص هنحول المبلغ. طب هقول لك على حاجة يا ابو جنى. نعم. ايه؟ ما هو مش هينفع، معلش انا ما اعرفش نظامك اصلا، اتنصب عليا كتير. طب يا عم الحاج، انا اقول لك على حاجه جميله. ممكن تخش على قناه اسمها قناه ابو جنى للدش. مش هتعرف اللينك يا عم، اقول لك يعني انت بس لو دخلت على كلمه ابو جنى للدش هيجي لك. هو هيجي لك كمان. ده قناه جديده، احنا لنا الحمد لله كان لنا اكتر من يجي 5 6 قنوات وكانوا بيجيبوا ارباح. دلوقتي كله كلام فاضي، لان من الحاقدين منهم لله اللي بيقعدوا يحاربوا فينا دمرونا بمعنى اصح، ولسه لحد الان. اذا كان على صفحات الفيسبوك، اذا كان على اليوتيوب، اذا كان على تيك توك، ايا كان ما علينا، كل حاجه بتاعت ربنا. وكل واحد رزقه هيجيله، كل واحد رزقه هياخده. والله لو فضلت تقفل الدنيا كلها، كل واحد بياخد رزقه. المهم، طب يا باشا خلاص ماشي تمام. انا هحول لك الشحن بس وايه، وهحول لي بعت لك الجهاز، وانا لما الجهاز يجي لي تمام هبقى ادي لك ايه الفلوس. انا ما عنديش الكلام ده. ليه يا عم؟ انا عندي بتدفع الجهاز كامل. طبعا بكلمك من قلب محل، مش هاخد المحل وهاخد ال2000 جنيه اللي احنا هنتفق عليهم. تمام. وهطلع او انا ههرب. مش هينفع، ما اعرفش اسحب محل عشان 2000 جنيه اخسر اسمي اللي بقالي عمر. الحمد لله و... والحمد لله الناس تشهد، لان احنا مش بنتكلم كلام فاضي، لا احنا الناس تشهد على شغل ابو جنى وطريقته ومعاملتي مع الناس المحترمه. مع الناس المحترمه عايز احط 100 خط على النقطه دي. إيه، اللهم صل على النبي. طب يا عم ابو جنى ماشي، لا احنا كده مش هنعرف نسلك مع بعض. خلاص يا باشا مفيش مشكله. يا عم طب ما الناس كلها بتبعت، وانت لو واثق من حاجتك كان زمانك بعت. يفضل يناهد فيه لحد ما يخليني اكلم نفسي وانا في وقت شغل، زي ما انتوا فاهمين. وطبعا شغل الالكترونيات ديت كل واحد فاهم شغل الالكترونيات دي ممكن غلطه صغيره، سلك صغير يدمرها ويدمر شاشه ويدمر الشغل. طب ليه؟ 1+1=2. يعني انت مش واثق فيها، خش على القناه واعرف. الحمد لله كل اللي باخد مني منتج بيعمل لي فيديو بالمصداقيه بتمام التمام. يعني في واحد عامل لي فيديو بالنسبه للشاشه اللي 13 راجل قاعد يشكر فيها، لانه هو ما كانش برضه مصدق. قال لك يا عم ما ينفعش ان اديك فلوس، وبعدين ده مبلغ، معلش مبلغ. وراجل بيقول لي انا اول مره في حياتي اتعامل مع واحد زيك. يعني الناس بيقول لك، يعني هو ذات نفسه في الفيديو بيقول يا جماعه لا ابو جنى ارمي فلوسك معاه. الحمد لله يا باشا، ما يلزمش، لان الواحد عينه مليانه، ما باخدش غير حقي. بس انا شغلي من الاخر، اجيب الحاجه اجربها دنيتها بتاخد الشغل. يا عم تدعي لي اكتر من كده. ما بجيبش شغل تعبان وبيع رخيص والكلام ده، ما عنديش، ما بعرفش اعمله. غالي 100 200 برضه هيجي لك شغل انت هتدعي لي عليه. تمام. واحد يقوم دخل قايل لي برضه نقطه كده، السيرفر ابو جنى فاصل. قالوا سيرفر ايه؟ يقول لي سيرفر سيس كام. طب ماشي، بعت اليوزر يا باشا، ماشي تحت امرك. ماشي ما هو اليوزر ده يا باشا ما هو مش بتاعك. يعني ايه مش بتاعي؟ طب ما انت عايز مين يا ريس؟ يقول لي لا انا مش، انا عارف ان انت راجل خدوم وراجل محترم وراجل كذا. يا عم ماشي على دماغي، انا خدوم وين ده الكلام ده بيحصل في التليفون ده، بخليني اكلم نفسي. طب ماشي، ما تشوفوا له ابو جنى. اقول له يا فندم انت فاهم انت بتقول ايه ولا انت جاي تتعبني على الصبح وانا لسه بفتح المحل؟ يقول لي يا ابو جنى انت اخلاقك ضيقه. لا مش اخلاق ضيقه يا صاحبي، افهم. انت واخد يوزر من واحد، ما تكلم الواحد ده يا باشا ما بيردش عليا. بيقول لي انا ما بيردش عليا. أنا يعني هو بيقول لي ما بيردش عليا، اعمل لك ايه؟ يعني انا يعمل لي ايه؟ قلت له انت بتكلمني انا بتقول لي اعمل لك ايه؟ ما يعمل لك انت، هيعمل انا ليه؟ والله ده اللي حصل. ده خلاني اطلع عن شعوري. طبعا عشان خاطر ابو جنى والنبي شوفوا من عندك يا جدعان. ما انت مش هتجننوني. انت مفيش ابيض. قلت له باشا عشان خاطري افهم اعقل. انت واخد يوزر من واحد، خش كلمه. هو ما بيكلمكش، ده بقى ذنب امي ايه يا عمي؟ انا ذنبي ايه؟ ما علينا.
ده في حاجات كتيره برضه بتقع مع الواحد، بتخلي الواحد يعني يزعل. يعني مفيش فيهم خلاص، ما علينا، احنا بس عشان ايه وقت الفيديو ما يطولش واحنا بنتكلم. انت مش واثق في العبد لله يبقى بلاش على طول، فلوسك معاك واسال بقى علينا. اللي بيحول والله العظيم وقسما بالله وهيتحاسب على يوم القيامه في الحلفان ده. الناس واثقه فينا الحمد لله، ده عندي بالدنيا كلها مكسب. لما حد ياخد اوردر وياخد الحاجه تمام يعمل لك فيديو، بتبقى مزاج قوي ليا، مكسب. انما لو هو وحش هيطلع يقول ابو جانا وحش، ما هو ده حقه يا عم. تمام. طيب تيجي بقى نبص بصه كده معلش على الشغل او الشحن. بس طبعا ده قيمه شهرين، انما طبعا اللي بقى لها فتره كبيره انا برمي، يعني الكلام ده كله برميه. نخش كده ونبص بصه على الوصلات. بص يا صاحبي، يعني احنا لو دخلنا بنتكلم في وصلات اللي هي البوليسات، بوليسه دول بتوع النهارده بس، يعني ده هم لا مش الكل، مش الشغل كله طبعا، لا الاثنين ده هم بتوع النهارده. شاشات 4.5 اللي هي الجديده دي اهو. بص ده كده، يعني ده كده 2. طب ما علينا بس عشان انا ايه اهو. بص كده ده 2 اهو ماشي. طبعا بقى في دمنهور، في الصعيد، في المنيا، نبص كده كل ده شحن اهو. كل ده شحن، كل دي شركات شحن. بص كده انا بعمل الفيديو ده للناس الجديده، انما الناس اللي عارفه ابو جانا هم على دماغي وعلى راسي اهو. بص يا صاحبي، مش هاخد الفلوس منك يا صاحبي وهسرقك لان مش بتاعتي، انا بخاف من ربنا. بص يا صاحبي اهو. بص اهو. طبعا كل الكلام ده برميه كل شهرين ولا حاجه برضه، عشان ايه ممكن يحصل ظروف رجعت شحن. كل ده شركه ميديا ليست، انضف شركه. بص كده، بص كده يا صاحبي، بص كده، بص كده، بص كده اهو. تعرف تعد لحد كام يعني؟ بص كده اهو اهو. كل دمت برضه، كل دمت اهو، كل دي شحنات اهو. بص اهو اكتر، يعني اكتر ما اقول ايه اهو. ادا كل شحنات، ادا كل شحنات بتاعت الشهر اللي فاتوا اهو. تمام تمام. يعني مش هقول هضحك عليك انت الواحد واخسر اسمي عشان 2000 جنيه ولا 3000 جنيه، كلام فاضي. طب ما نبص بصه كده معلش. بص يا غالي، ادا كده المحل. انا كمان المفروض ما اصورش المحل. لا يا عم اصور المحل، ده المحل هنا في الدراسات، محل هنا كده عندنا في الدراسات. ادا شغلي وادا المحل وادا حاجتي وادا شغل الشاشات وادا المحل وادا دنيتي، عشان برضه بقى انت شايف الشغل برضه. وادا كده الباترينا اللي بره. تمام. ادا كده الشغل اهو. طيب وادا كده المحل ماشي. اوري لك برضه المحل كمان من بره عشان يبقى انت تصدق. مش معقول هاخد المحل اني وهمشي عشان 2000 جنيه ولا 3000 جنيه ولا كله كلام فاضي في كلام فاضي. دي الناس اللي ما بتثقش فينا، وده المنطقه بتاعت الشغل بتاعنا. بص يا صاحبي، ادا كده المحل اهو. ادا كده المحل اهو يا صاحبي اهو. لا مش معقول انني هاخد المحل او هقفل تاني يوم عشان 2000 جنيه. فانت لازم تكون واثق، لازم تكون واثق. مش مصدق؟ سهله جدا، خش وكلمني، خش وكلمني، خش يا باشا كلمني. تمام. على البتاع وانا ابعت لك اللينك وتخش تتاكد عن الشغل. حقك، مش هقدر اقول مش حقك، لا حقك، حقك. وتخش وتبص يا باشا وتشوف الشغل. انت ذات نفسك هتشوف الشغل بعينك الحمد لله. تمام. ده معلش مقطع بس هيطول شويه، بس عشان الناس اللي مش واثقه في العبد لله. وكلامي للناس ايه الجديده فقط، كلامي للناس الجديده فقط. انما طبعا الناس القدام، الناس المحترمه عارفه طريقتنا وعارفه شغل ابو جانا وتحت امركم. واسف ان انا طولت، بس قلت لازم اعمل الفيديو ده لكل الناس اللي ما بتثقش فينا. خلاص كده تمام تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.